مرحبا بكم متابعينا الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. مهاجر مغربي حصل في ميناء طريفة باغي يهرب 17,000 أورو للمغرب. كان مدورة على الجسم ديالو. 17,000 أورو كانت في طريقة للتهريب إلى المغرب. المبلغ حجزته عناصر الحرس المدني الإسباني وفق ما ذكرته مصادر متطابقة أمس الخميس بعد توقيف مهاجر مغربي بميناء طريفة، وألقي القبض على المعني بالأمر بعد إجراء عملية تفتيش روتينية لمسافرين المتجهين إلى المملكة المغربية. وأخضع الموقوف لعملية تفتيش دقيقة بعدما ظهرت عليه علامات التوتر، ليضبط بحوزته ما يقارب 17,000 أورو كانت ملفوفة على جسمه. وذكرت المصادر نفسها أن الأموال المهربة جرت العثور عليها مثبتة في القدمين وعلى ظهر المهاجر المغربي. وقد حجز المبلغ المذكور وأودع لدى مكتب جمارك الجزيرة الخضراء، فيما وضع المعني بالأمر رهن التحقيق في انتظار حالة ملفه على السلطات القضائية الإسبانية. نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء.